دكتور شيرين، انت خطوتك الجايه نادي الزمالك بعد الانجازات، انت حاسس انك حققت انجازات مع نادي الزمالك؟ والله كلك نظر يا كابتن. لا انا انت شعر بايه؟ انا شهادتي مش هتفيد بحاجه يعني. أيوة. انت احساس حضرتك الشخصي يعني تفتكر ان انا هشهد لنفسي؟ لا انت محقق انجاز في وجهه نظر، انا في وجهه نظري، لكن انا بتكلم انت في ظل هذا الانجاز. طيب انت هتقدر انك يعني داخل بقى خطوتك جايه نادي الزمالك ترشح نفسك في نادي الزمالك بحيث يكون وراك التاريخ اللي حصل ده؟ يعني انت ما جاتلكش فرصه انك مئويه وكنت متواجد فيها عملت اكتر من حفله. نادي الزمالك وعضو مجلس اداره بقالك سنتين اهو بتنجز. انا عضو مجلس اداره من سنتين. لا انا بتكلم حالي بعد انقطاع. هل ده يديك القوه انك انت بقى خلاص تخش بقى انتخابات نادي الزمالك القادمه لما يتفتح باب الترشيح؟ انا ما عنديش طموح خالص في نادي الزمالك، انا هنزل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره وحضرتك عارف يعني انا تمام. ليه؟ انا يمكن بقول لحضرتك انا جيت في المجلس ده علشان مقاويه نادي الزمالك وعشان خاطر تاريخ والدي، عشان الناس بيقولوا بيذكر والده كتير. اوكي. يعني كنت لا والدك حقك تذكره وتفتخر بيه. لا انا بذكره حضرتك حقك تذكره. الله يرحمه ويحسن اليه وتفتخر بيه، لان مش كل يوم واحد يبقى ابن عبد الرحمن فوزي. الله ينور عليك يا كابتن مجدي. انا بقول في واحد بيقول لك دي مويه ابوه وده مش عارف ايه. انا قلت مليون مره والدي النجم الوحيد في هذا الجيل، مواليد سنه 11، هو مواليد سنه انشاء النادي. تمام. عشان كده انا فكرت انا واخواتي من 6-7 سنين نعمل له كتاب عشان ونعمل نادي الزمالك. ده تفكيرنا اصلا في هذا الموضوع. بس انت بتروح ترجع المئويه تاني. ما انت بترجعنا تاني. ما تقول لي انا طموحي. بص يا كابتن مجدي، عشان واحد برضه غلط فيا كتير، كذا واحد قال لك المفروض يبقى لسه جنويه فلان. دكتور هو مجال الرياضه طبعا هو المجال واحد للاسف هو كده. يعني مش عايز اخش السياسه، مع انك دخلت السياسه نص ساعه الاولانيه. هو اصلا غصب عننا. دخلت نص ساعه الاولانيه في السياسه. انا ما كنتش عايز اخش السياسه عشان ما اقولش انه مغرور في نفسه. هل انت شايف ان احنا يعني في خط صح؟ لا نتراجع. انا بقول لحضرتك عشان انا كنتش عايز اتكلم في السياسه، بس انت خليتني اخش. الناس اللي هم شككوا وقال لك المفروض كانوا جابوا مش عارف مين رئيس لجنه مئويه وكذا. انا حضرتك رشحت كذا مره، كنتش عايز اقول كلام على الملأ على الهوا يعني، وزير ومحافظ كذا مره. وكان بيجنبني الحظ في هذا الموضوع، وانا كنت عايز اقول على الهوا تاني برضه مع انك دخلت في السياسه، ان اخويا متجوز بنت دكتور جمال الجنزوري. دكتور جمال الجنزوري ده هو اخويا ده عباره عن وسام على صدري، انه بيعتبر اكفأ وابرز واعظم من رؤساء عز. اخوك عز ودفعتك. كان بقول لحضرتك كان لعيب كوره كويس قوي. طبعا لعيب كويس جدا. لعيب كوره كويس يعني. طبعا لعيب حريف. ده جاي في الكنتر لعب معايا. دي حقيقه. كان بينبهروا بيه. انت كنت لعيب كويس؟ والله انت شفت. انت انا ما شفتكش بقى دي. انت تقعد تقول لي كلك. انا اقول لك ب 10 سنين. اسال حسن حمدي. حسن حمدي معايا في ابتدائي واعدادي وثانوي. انا ما شفتكش بصراحه. اسال حسن. يا ريت كنت تعرف انك لعبت كوره. كنت سالت. اسال كابتن حسن حمدي عليا. المهم اسال. كنت انا صيدين في مصر الوهميه. المهم فبحكي لك. بس عز عمره ما جاب سيرتك في الكوره. معلش نكمل بس الحته السياسه دي عشان نخلص منها، ما دخلناش في عز دلوقتي. فحضرتك كان كل ما يعرض يقول لك اصل هو مشكلته اخوه متجوز بنت دكتور جمال الجنزوري. وانا قلت لك دكتور جمال الجنزوري ده دكتور جمال الجنزوري مشي من بعيد. لا ده 10 بتاعنا بحكي لك بس ما ال 10 سنين يعني انت رشحت ساعه وقت بعديه كان يقول لك الرئيس مش عايز حد من طرفه.